وازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ معكم محمد من قناة زمالك SC 8. والنهاردة يا شباب عندنا تحدي، هو التحدي لكل صناع المحتوى الزملكاوية اللي زيي بيعملوه، وهو تحدي تشكيل نادي الزمالك 2026 الموسم الجديد اللي خلاص هيبدأ يوم 8/8 مع الدوري. ويا شباب ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. ويلا بينا نروح للتحدي. والتحدي بتاعنا النهاردة وهو تشكيل الزمالك 2026، والتشكيل بيعتمد على 4-3-3. هو الخطة المفضلة اللي بيحبها فيريرا. تمام، الخطة اللي بيحبها فيريرا هي 4-3-3 زي ما اي حد بيحب الخطة دي. وهنبدأ تشكيلتنا في حراسة المرمى، وهو انا بالنسبة لي احنا عندنا لحد دلوقتي حاليا 3 حراس، منهم واحد خلاص قرب يمشي اللي هو صبحي، فاحنا هنبقى في 2، والاتنين هم عواد والمهدي سليمان. طبعا انت لو هتسألني فانا هختار عواد. هتقولي ليه؟ ان عواد بقاله كتير مع الفريق وحافظ الفريق، وعواد برضو اصغر في السن من المهدي سليمان صح خبرة، بس هنعتمد عليه بعدين ومش من دلوقتي. مش يعني ممكن المدرب يعتمد عليه بس بعدين، لكن دلوقتي الحارس الاساسي هيكون عواد، والحارس البديل المهدي سليمان. 4 خط دفاع. والظهير اليمين، مشكلة الخط الظهير اليمين ان هو مفيش غير لاعب واحد بس وهو عمر جابر. مفيش ظهير يمين. ممكن يلعب في الظهير اليمين ده الزناري صح، بس عمر جابر هو الأحق ان هو يلعب بس. فهنحط عمر جابر، مفيش غيره، واحنا محتاجين ظهير يمين. في كلام على احمد عيد، بس معرفش المفاوضات دلوقتي بيقولوا متقدمة، وفي بيقولوا الزمالك معطل الصفقة شوية لان المصري برضو عايز لسه لو هيبيع احمد عيد يجيب مكانه حد، يعني ايه، يعوضه بواحد عشان يبيعه للزمالك يرجع الزمالك تاني. وكده خلاص الظهير اليمين عمر جابر. تمام، الظهير الشمال هو اكيد بنتايج. فتوح كويس جدا، وفتوح مفيش اي حد هيختلف عليه، بس فتوح برضو بيقدر يلعب في اماكن تانية، بس بنتايج هو اكتر واحد زي كده عداء، لاعب كده سريع وبعدي ما بيهموش حد، وانتوا شفتوا في السوبر وفي الماتشات بعدي وبياخد فاولات. اللاعب محمود بنتايج المغربي مشبه. وبعدين انا مش هقعد الاجنبي على المحلي صح بس. وعندنا هنا خط الدفاع، واللي هيكون عندنا خط دفاع في اسامي بالهبل. عندك حسام عبد المجيد، عندك علي عبد المجيد اللي هو لسه صاعد والمدرب اشاد بيه جدا، وعندك كمان الونش، وعندك صلاح مصدق، وعندك لسه جاي وهيتعلن عنه قريب محمد اسماعيل. فعندك كوكبة من المدافعين، ولسه معرفش ممكن يجي عمر فايد اللي هو اللي بيلعب برا المحترف. اسامي كتير، فانت تختار مين اللي قاعدين. يعني صلاح مصدق مضمنش ان هو يقعد، فالونش وحسام عبد المجيد دول الاتنين. يا اما لو هيثبت نفسه محمد اسماعيل هيلعب جنب حسام عبد المجيد، لان الونش برضو كبير في السن، فاحنا عايزين 2 شباب يكونوا اقوياء وبيعرفوا يلعبوا كورة. تمام، والونش احترام كبير ليه، بس هو الونش كبير في السن برضو، ومش هيديك نفس الاداء اللي كان بيديهولك السنين اللي فاتت. فده اللي بخص الونش. هنطلع قدام مركز الديفندر عندك دونجا ويا رب يمشي. عندك احمد ربيع لسه هيتعلن عنه. عندك محمود جهاد مشفناهوش خالص. دونجا استحالة يلعب، فاحمد ربيع انا هحطه.
في مركز الديفندر. صح محمد شحاتة هيلعب هنا، بس لا، محمد شحاتة يلعب في مركز 8 احسن. فده اللي هيودينا المركز 8، واللي هو عبد الله سعيد بيلعب في المركز ده. عندك شحاتة بيلعب في المركز ده. عندك مين تاني؟ بس دول الاتنين، فهختار محمد شحاتة. وعبد الله سعيد برضو بيلعب قدام، يعني مركز 10. وده اللي هيودينا المركز 10 هو عبد الله سعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وادم كايد برضو بيلعب في المركز ده. هتختار مين؟ يعني قولي كده بيني وبينك، هتختار مين؟ مفيش. فاللي احنا هنختاره هو ادم كايد انا بالنسبة لي، وفيها هيكون اختلافات في الاراء برضو، بس انا بالنسبة لي ادم كايد يلعب في المركز ده. تمام. هنروح للجناح اليمين، واللي هو فيه مشكلة كبيرة حاليا فيه. يعني ما عندكش غير ايشو والجفالي خلاص هيمشي. عشان ايه؟ المفروض يجيبوا جناح اجنبي، المفروض خلاص احنا مش هنكمل. في عبد المعاطي، بس ده صغير لسه في السن وبرضه بيلعب 10، بس ما اظنش ان هو هيأدي يعني في المركز الجناح اليمين وهو لسه صغير، عنده 19 سنة. فاحنا محتاجين جناح يمين مكان الجفالي. يا اما حطوا الجفالي واتأكدوا منه من صحته 100%، انه ما ينصابش تاني، ان هو ما لعبش غير ربع ساعة. والجفالي لعب جامد، والربع ساعة اللي لعبها دي فرقت. لعب ماتش اعتقد سيراميكا، وماتش انبي هو اللي لعب اساسي فيه، وانصاب ماتش انبي. بس انا يعني دلوقتي هنسيبه فاضي، يا اما لو هلاعب عبد المعاطي. والجناح الشمال طبعا شيكو بانزا، مفيش كلام عليه، مفيش خلاف عليه. شيكو بانزا اساسي، ومفروض يكون في حد بديل اللي هو ادم كايد برضو بيلعب في المركز ده. وناصر ماهر ممكن يلعب في المركز ده، بس مش هيديك اداء زي ما هيدولك في مركز 10. فشيكو بانزا هو الاساسي طبعا، وياريت الزمالك يجيب حد بديل في المركز ده. وياريت اتمنى زلاكا يجي. وراس الحرب عندك خيارات مجنونة وخيارات بالهبل. عندك الجزيري، الأسطورة ناصر منسي، عندك أحمد شريف، عمرو ناصر وأحمد شريف. فأنا بالنسبة لي أحط الأسطورة ناصر منسي أكيد. ودي التشكيلة بتاعتي اللي بالنسبة لي التشكيلة هتكون أحسن تشكيلة للزمالك 2026. هي مش أحسن تشكيلة، إن احنا محتاجين برضو مهاجم أوروبي أو أفريقي، مهاجم أجنبي جامد، وعايزين برضو جناح يمين جامد. أما في الأماكن اللي فيها لعيبة فاحنا تمام، والزمالك إن شاء الله هيحقق بطولات. وما تنسوش تضغطوا على زر لايك وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل فيديو جديد يوصلك. سلام.